تفتكروا كل النجوم دول كانوا فين وبيعملوا إيه؟ ده جواهرجي النجوم خالد جلال، واللي اتخرج على إيده دفعات كتير جدا من أشهر النجوم من مركز الإبداع الفني. لا أسامي تقيلة بجد، وتعالوا أقول لكم شوية منهم. يعني عندك مثلا دفعة هبوط اضطراري وقهوة سادة، شوفوا بقى اكتشف مين: محمد سلام، محمد ممدوح، محمد شاهين، نضال الشافعي، محمد فراج، سامح حسين، إيمان السيد، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، محمد علي رزق، علي ربيع، أس ويزو، وتقريبا كل نجوم اس ان ال بالعربي، أحمد عبد الوهاب، محمد ثروت، وغيرهم نجوم كتير قوي. كل النجوم اللي انتوا شايفينهم دول كانوا بيحضروا عرض الدفعة الجديدة حاجة تخوف، اللي بالمناسبة حضرته أنا كمان، ومش قادرة أقول لكم أنا اتبسطت قد إيه. اتبسطت فوق الوصف، سكتشات كتير وأفكار مختلفة، وهتشوف تمثيل بجد وممثلين جامدين جدا ويستحقوا فرصة كبيرة حقيقي. العرض هو مزيج من المشاعر، يعني كوميديا وضحك وزعل، ده غير الأغاني المميزة جدا اللي جوه العرض. مركز الإبداع الفني كمان من أكتر الأماكن اللي بيثق فيها صناع السينما والدراما علشان يكتشفوا نجوم موهوبين بجد، ودايما بنشوف ممثلين ومخرجين وكل اللي في الصناعة في مركز الإبداع الفني، ده غير الكتاب والمثقفين، وكل عاشق محب للفن لازم هيكون راح مركز الإبداع الفني. الزعيم عادل إمام مثلا راح أكتر من 3-4 مرات علشان يحضر عروض مركز الإبداع الفني السابقة، ده غير عمر الشريف ومحمود عبد العزيز وغيرهم أسامي تقيلة قوي. خلوني أقول لكم إنهم خلصوا الموسم الأول من العرض، لكن الموسم الثاني هيبدأ يوم 17 إبريل، وبجد أي حد عايز يستمتع بفن حقيقي وله وزنه ما ينفعش يفوت الفرصة دي. وهسيب لكم في الكومنتس البيج بتاعة العرض.